كتير من الناس بيسأل كيف يحفظ القرآن الكريم؟ كيف يكون من هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى؟ وكثير من الناس يسأل إيه هي أسهل الطرق لكي أحفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ أقول لك في هذا الفيديو أسهل الطرق وأجمل وأبسط الطرق لكي تكون من أهل القرآن ولكي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فوالله هو نعمة من النعم العظيمة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لعل من أهم الأشياء وأهم الطرق لكي تسلك هذا الطريق الدعاء والإخلاص في الدعاء. نعم، الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تخلص النية بينك وبين الله تبارك وتعالى في أنك تريد أن تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. الإخلاص لله عز وجل وعلا. ثاني هذه الأشياء التي من خلالها تحصل وتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى الدعاء. فلتلح على الله تبارك وتعالى بأن ييسر الله عز وجل أمرك، بأن يسدد الله عز وجل خطاك، بأن يأخذ الله عز وجل يدك لكي تحفظ كتابه. نعم، فالطريقة الثانية أن تدعو الله عز وجل وعلا أن يجعلك من أهل القرآن. أيضا من الأشياء التي تجعلك تسير في هذا الطريق وتحفظ من خلالها كتاب الله تبارك وتعالى الاستماع. نعم، استمع إلى القرآن كثيرا، استمع إلى القرآن بصوت أحد المشايخ ممن تحبونهم. فسماع القرآن يجعلك حينما تأتي لحفظه يكون أمر ميسر وبسيط. فلنستمع إلى آيات الله تبارك وتعالى كثيرا، فهذه من الطرق التي تسهل علينا مسألة الحفظ. أيضا من الأشياء التي تجعل العبد يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى بشيء بسيط وشيء ميسر، اعط القرآن الكريم أفضل الأوقات. نعم، اجعل للقرآن الكريم أفضل أوقاتك، ولا بعض الأوقات الجانبية، لا، اعط القرآن الكريم أفضل أوقات اليوم عندك، فوالله هو عزيز. نعم، هو عزيز. أيضا من الأشياء ومن الطرق التي تجعلك من أهل القرآن ومن الأسباب التي تسهل عليك حفظ كتاب الله تبارك وتعالى التكرار مع الاستقرار. نعم، التكرار وعدم الهجر. لا تهجر القرآن، فالقرآن يتفلت من العبد ولا يستقر في قلب عبد مهمل. عليك بالتكرار دائما، الحفظ والمراجعة مع عدم الهجران، لأن هذا يؤدي بك إلى النسيان، والقرآن عزيز لا يستقر في قلب عبد مهمل. أيضا من الأسباب ومن الطرق التي تأخذ بيديك إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، اجعل لنفسك نسخة من المصاحف، نسخة واحدة احفظ فيها ولا تغيرها. نعم، خذ من هذه المصاحف نسخة أو طبعة واحدة واحفظ من خلالها، وداوم على القراءة والمراجعة من خلالها. فوالله ثم والله هذه طرق تجعلك تسير في هذا الطريق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن.